المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتري رفيع المستوى يقوم بزيارة عمل إلى إيطاليا. أهمية العمل المنسق لتحسين النتائج التعليمية في مديرية صنعاء. عمل فعال يجري للسيطرة على الأمراض المعدية في غردات. قصف صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق يسفر عن 3 قتلى. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين. وبوتين لن يشارك شخصيا في قمة بريكس بجنوب افريقيا. اهلا بكم الى تفاصيل النشرة. أجرى وفد إريتري رفيع المستوى يتكون من وزير الخارجية عثمان صالح والمستشار الرئاسي يمان جبرآب الذي يقوم بزيارة عمل إلى إيطاليا محادثاته مع مختلف المسؤولين الإيطاليين في روما. التقى الوفد الإريتري اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاغاني لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الإفريقي. والتقى الوفد الإريتري بوزيرة الجامعات والبحوث السيناتور آنا ماريا بيرانيني لمناقشة إمكانية التعاون في التعليم العالي والبحث بما يتماشى مع أولويات إريتريا وإيطاليا. وقد حضر اللقاء سفير إريتريا لدى جمهورية إيطاليا السيد فسحاسين بيطرس. تطرق الاجتماع الأكاديمي التقييمي المعقد في مديرية صنعاء عن ضرورة التنسيق بين جميع الجهات والمجتمعات لتعزيز عملية التعليم والتعلم في المديرية. وبحسب مدير المدارس في المديرية الأستاذ عمر الدين محمد، إن 8.6% من 15,300 طالب بينهم 7,000 طالبة تابعوا التعليم في المرحلة الابتدائية لأسباب، 74% في المدرسة الإعدادية و68.5% في المدرسة الثانوية. وقال إنه مقارنة بالعام الماضي انخفض معدل النجاح بينما زاد معدل الرسوب والمقاطعة. وحث المشاركون لجان الآباء والمدارس والإداريين المحليين على العمل معا وتشجيع الطلاب والمعلمين المتميزين وتحديد الطلاب الضعفاء وتقديم الدعم الأكاديمي ومعالجة النقص في الكتب والمكاتب والفصول الدراسية. هناك 48 مؤسسة تعليمية في المديرية تقدم خدمات أكاديمية من مرحلة ما قبل المدارس النظامية إلى المرحلة الثانوية. يتم تنفيذ برامج وأنشطة مجتمعية فعالة في غردات لضمان صحة المجتمع من خلال السيطرة على الأمراض المعدية. قالت اختصائية الصحة العامة الشابة ميكائيل إن الأنشطة تشمل النظافة البيئية ودفن البرك والمستنقعات ومناطق تكاثر البعوض. وقالت إن الأنشطة الأسبوعية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الإداريين المحليين والقرى ووحدة القانون والنظام في مدينة غردات تحقق نتائج جديرة بالثناء، وأن النتائج المحققة خير شاهد على الوعي المتنامي. ينصح إخصائي الصحة السكان بممارسة النظافة والصرف الصحي واستخدام الناموسيات لمنع انتشار الأمراض المعدية بشكل عام والملاريا بشكل خاص.
نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة تدريبا على الإدارة والقيادة ل70 من طلاب المدارس الثانوية من جميع مناطق الإقليم. اشتمل التدريب على مهارات القيادة والإدارة وأهمية التنظيم وإدارة المعلومات والوعي والكفاءات والتواصل ومبادئ الطالب الناجح والخلفية التاريخية للاتحاد. وقال رئيس الاتحاد الوطني السيد صالح أحمد دين إن تنفيذ خطط وبرامج الاتحاد يتمحور حول الشباب والطلاب فيما ترتكز الأعمال التنفيذية عليهم. وفي ختام البرنامج تم تقديم جوائز ل45 طالبا تلقوا تدريبات مختلفة وحققوا نتائج عالية في الأكاديمية. تبرع أعضاء مساعد رئيس الأركان بوزارة الدفاع ب132 كيسا من الدم في 18 من يونيو لإنقاذ حياة لا تعوض، وكذا بهدف إثراء محتويات بنك الدم الوطني. وقال النقيب جزائي مسفن أحد منسقي البرنامج إنهم يتبرعون بالدم مرتين في السنة منذ عام 2012، والأعضاء على دراية بأهمية التبرع بالدم. وأشار النقيب جزائي إلى أنهم سيواصلون القيام بذلك بالتعاون في المستقبل مع البنك الدم الوطني، وأعرب عن ثقته في أن وحدات أخرى بوزارة الدفاع ستتخذ خطوات مماثلة. قال المتبرعون إن للتبرع بالدم فائدة مزدوجة تتمثل في إنقاذ حياة المظلوم. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أسفر قصف صاروخي شنته إسرائيل على مواقع تابعة لقوات النظام السوري ومجموعات موالية لطهران في محيط دمشق عن مقتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرين وفق حصيلة جديدة. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانع حصت إصابة جنديين سوريين بجروح جراء القصف الذي استهدف وفق مصدر عسكري بعض النقاط في محيط دمشق. وقالت إن وسائط الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. وأسفر القصف وفق المرصد عن مقتل 3 مقاتلين، أحدهما سوري ويعمل لصالح قوات النظام، والآخران مواليان لطهران من جنسية غير سورية. كما جرح 4 مقاتلين سوريين يعملون لصالح قوات النظام. وطال القصف مستودعات تابعة لحزب الله اللبناني ومواقع للفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام تقع بين منطقتي السبورة ومطار الدماس قرب دمشق. أعلن الجيشان الياباني والكوريا الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه الشرق. ويأتي إطلاق الصاروخين بعد أسبوع تقريبا من اختبار كوريا الشمالية لصاروخها الباليستي العابر للقارات هو سونغ 18، وهو ما وصفته بيونغ يانغ بأنه تحذير للولايات المتحدة وخصومها الآخرين. وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخين سقطا فيما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان. وطالبت هيئة الأركان المشتركة الكوريا الجنوبية الشمال بالتوقف عن إطلاق مثل هذه الصواريخ. ويندرج إطلاق الصاروخين في إطار سلسلة تجارب صاروخية لبيونغ يانغ في وقت عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سيول وبيونغ يانغ. قالت رئاسة جنوب إفريقيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في قمة دول بريكس التي ستعقد في هذا البلد في أغسطس، مهيئة بذلك تكهنات مواصلة منذ أشهر.
ويجنب هذا الإعلان بريتوريا معضلة شائكة في الوقت الذي تترأس فيه مجموعة الدول البريكس جنوب أفريقيا البرازيل الصين الهند وروسيا. ودعي بوتين إلى قمة الدول النامية الخمس المقرر عقدها من 22 إلى 24 من أغسطس في جوهانسبرغ. وقال رومابوزا في ضمن نقاش وطني بشأن هذه المسألة إن توقيف فلاديمير بوتين سيكون بمثابة إعلان حرب على روسيا وسيهدد أمن وسلام ونظام الدولة في جنوب إفريقيا. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 15 شخصا حتفهم صعقا بالكهرباء إثر انفجار محول للكهرباء بالقرب من نهر أكناندا في مقاطعة جملة بولاية أورنتس الهندية. ونقلت قناة هندية عن الشرطة قولها إن من بين القتلى 4 من أفرادها، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث. وفي وقت سابق لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء سقوط سيارة كانت تقلهم في مجرى ماء عقب انهيار جزء من طريق في ولاية هيماشال براديش الهندية. ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. نهاية النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. وفد إريتري رفيع المستوى يقوم بزيارة عمل إلى إيطاليا. أهمية عمل المنسق لتحسين النتائج التعليمية في مديرية صنعاء. عمل فعال يجري للسيطرة على الأمراض المعدية في أغردات. قصف صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق يسفر عن 3 قتلى. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين. وبوتين لن يشارك شخصيا في قمة بريكس بجنوب إفريقيا. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.